أهلا بيكم. النهاردة جايب لكم كتاب مش بيجمل واقع الحياة، بالعكس كتاب صريح حقيقي مختلف تماما عن أي كتاب تنمية ذاتية ممكن تكون قريته قبل كده. ملخص كتاب فن اللامبالاة لمارك مانسون. في عالم كل شوية يقولك اجري ورا السعادة، خليك إيجابي طول الوقت، اسعى للنجاح، الكتاب ده بيقولك العكس بالظبط. بيقولك بطل تهتم بكل حاجة، مش بمعنى اللامبالاة المطلقة، لكن بمعنى ركز على اللي يهم بجد وسيب الباقي يروح لحاله. بأسلوب قاطع وكوميدي مانسون بيورينا إن الفشل، الألم والمشاكل دي حاجات حتمية في الحياة، وده عادي. المهم هو إنك تختار معاركك صح، وتتعلم تهتم بس بالحاجات اللي ماشية مع قيمك. فلو زهقت من إنك تحاول توصل لتوقعات مش واقعية، أو تجري ورا حاجات مش بتجيب سعادة حقيقية، الكتاب ده هيوريك طريقة تفكير جديدة. انتوا في بودكاست تي توكس، ويلا بينا نغوص في فن اللامبالاة ونكتشف الدروس اللي هتساعدك تعيش حياة ليها معنى أكتر، بإنك تهتم أقل بالدوشة وتهتم أكتر باللي يفرق معاك. تخيل معايا قصة تشارلز بوكوفسكي اللي كان مدمن كحول ولاعب قمار كبير، وشخص باين عليه إنه خسران في الحياة. قليل قوي اللي ممكن ياخد نصيحة من واحد زيه. عشان كده بنبدأ بقصته. بوكوفسكي كان طول عمره عايز يبقى كاتب، بس أعماله كانت بتترفض دايما من الجرايد والمجلات، بيقولوا عليها جودتها قليلة وما تستاهلش. دخل في اكتئاب ولجأ للكحول وبقى مدمن شرب. بعد ما ضيع حوالي 30 سنة من حياته في الشرب والقمار، جات له فرصة مش متوقعة. دار نشر صغيرة اهتمت بشغله. بوكوفسكي مسك الفرصة النادرة دي ومضى العقد فورا. كتب أول كتاب له، ومن ساعتها حياته اتغيرت تماما. مع السنين كتب 6 كتب تانية وشعر كتير، وباع أكتر من 2 مليون نسخة من أعماله. ده كان نجاح ضخم بالنسبة له. بس بالرغم من كل الإنجازات دي، كان مكتوب على قبر بوكوفسكي ما تحاولش. نجاح بوكوفسكي ما كانش عن المصابرة بعد الفشل، اللي كان مميز فيه إنه تقبل نفسه حتى في أسوأ حالاته. النجاح مغيروش، ما بقاش شخص أحسن أو أكتر تهذيب فجأة، وصلاحه ملوش علاقة بإنجازاته. كلنا بنواجه لحظات في حياتنا الحاجات فيها بتتحول من سيء لأسوأ. مثلا ممكن تلاقي صعوبة في التحكم في غضبك، كل ما تحاول تكبته كل ما بتغضب أكتر. حاجة تضحك مش كده؟ بتغضب عشان انت غضبان، بتحاول تلاقي طرق تتحكم فيها بس بتفشل. وقريب بتبدأ تكره نفسك بسبب الغضب اللي مش قادر تتحكم فيه. لما بتكون زعلان عشان حاسس بالوحدة، عقلك بيتملي بأفكار حزينة وبتفضل تفكر زيادة عن اللزوم، وده بيخليك تحس بإحساس أسوأ. دي يا صديقي هي اللي بنسميها الحلقة المفرغة من الجحيم. تخيل أيام أجدادك زمان، لما حد كان بيشوف حد حاله أحسن منه، ممكن كان بيحس بالحزن اللحظة، بس بيرجع بسرعة لشغله ومتقبل إن هذه الحياة. لكن دلوقتي حتى لو مزاجك اتغير لمدة 5 ثواني بس، ممكن تحس إن حياة كل الناس أحسن منك. تبدأ تحس بالخزي، كأنك خسرت كل حاجة، والخزي ده بيعمل حلقة لا نهائية. عشان كده لازم تبطل تقلق من الحاجات دي. لو حاسس بضيق عادي، ده بيحصل لكل الناس. اخرج من حلقة الخزي وقول للحاجات اللي مضايقاك أنا مش فارق معايا أي حاجة. إنك تفكر إن كل حاجة المفروض دايما تمشي معاك كويس، دي أخطر عقلية ممكن تتبناها. وفقا للفيلسوف آلان واتس، تقبل التجارب السلبية في حد ذاته تجربة إيجابية. ده يبدو غريب بس حقيقي. كل ما بتجري ورا السعادة كل ما هتكون تعيس أكتر. بمعنى تاني، ما تحاولش. طب عمرك لاحظت إن الحاجات بتجيلك بسهولة لما بتبطل تهتم بيها قوي بدل ما تجري وراها بيأس؟ زي لما بتروح الجيم، بتستحمل ألم كتير أثناء التمرين، بس الألم ده بيكافئك بعضلات قوية مقابل ألم بسيط. بتاخد جسم رشيق وجميل وصحة أحسن. بالمثل، لما بتفشل في حاجة، الفشل ده بيديك وقود عشان تحاول تاني بطاقة أكبر. كل ما تحاول تتجنب الألم كل ما بيوجع أكتر. بدل ما تحاول تمنع الألم أو الفشل، بطل تهتم بيهم. وقتها هتشوف إن مفيش حاجة ممكن توقفك. بس اللامبالاة مش معناها إنك تقعد ثابت وما تعملش حاجة، أو إنك تكون متخدر تماما للحياة زي الحجر. الميتين بس هما اللي ما بيحسوش بحاجة. إحنا مش بنطلب منك تبقى كده. اللي بنقصده هو إن اللامبالاة معناها إنك تفضل هادي
مهما كانت الظروف. حتى لو طريقة تفكيرك مختلفة عن غيرك، خليك مختلف، خليك على طبيعتك. مش لازم تكون عديم المشاعر، بس خليك لا مبالي كفاية عشان تتجنب التوتر غير الضروري. لكن أحيانا لازم تهتم بحاجات معينة. السؤال اللي بيطرح نفسه، إيه اللي المفروض تهتم بيه بجد؟ الكاتب بيشارك قصة عن والدته. في يوم من الأيام صديقة والدته نصبت عليها وسرقت منها مبلغ كبير من الفلوس. لو الكاتب ما كانش فارق معاه بجد ما كانش اهتم خالص، لكنه اهتم بوضع والدته وطمنها إنهم هياخدوا مساعدة قانونية ويعلموا الشخص ده درس. هو اتصرف لأنه ما كانش فارق معاه النصاب. في الفصل التاني من الكتاب هنحكي قصة بترجعنا 2500 سنة لورا في نيبال. ملك كان بيحب ابنه جدا وكان عنده أحلام كبيرة ليه. الملك كان عايز يدي ابنه كل حاجة في الحياة ويضمن إنه عمره ما يعوز أي حاجة. عشان يخلي ابنه سعيد الملك بنى قصر عظيم محاط بأسوار عالية، عزله عن العالم الخارجي، وكان عايز يحمي ابنه من كل ألم وصعوبة. بالرغم من كل الرفاهيات اللي جوه القصر، الأمير ما كانش سعيد. زهق من الحياة المحمية دي وكان بيتمنى يشوف العالم الخارجي. في يوم من الأيام الأمير استغل فرصة وخرج من القصر، وهو بيتجول في مملكته شاف الألم لأول مرة لما شاف الناس بتعاني من الجوع والمرض. مشهد الناس الفقراء غطاه بحزن عميق، بقى غضبان على أبوه لأنه خلاه جاهل بالواقع القاسي ده. قرر الأمير إنه يتخلى عن حياته الملكية ويعيش كشحات من غير ما يقول لأي حد. ساب القصر بهدوء وراح الغابة. بعد ما قضى سنين كتير في حياة البرية، الأمير أدرك إن التقشف الشديد والصيام اللي كان بيعمله ملوش معنى. اتعلم إن مجرد إن حاجة مؤلمة مش معناها إنها كويسة ليك. الحياة نفسها مليانة معاناة. الراجل الغني بيعاني بسبب فلوسه، والراجل الفقير بيعاني بسبب عدم وجودها. الحقيقة إن السعادة ملهاش مقياس ثابت. تحقيق حاجة مش بيضمن سعادة مدى الحياة. إحنا بنستحمل الألم لأنه بيلهمنا وبيشعل شرارة التغيير جوانا، والتغيير أساسي للحياة. مشاكلنا بتدينا القوة عشان نفضل عايشين. الألم بيعلمنا إننا ننتبه لما نكون مهملين. عشان كده السعادة والراحة مش دايما أحسن خيارات. أحيانا الألم ضروري. حتى الألم النفسي ليه هدف، بيوجهنا عشان ناخد قرارات أحسن في المستقبل. السعادة مش ممكن تلاقيها من غير ما تحارب الصعوبات. بمعنى تاني، المشاكل هي مفتاح السعادة. لما بتحل مشاكلك السعادة بتيجي طبيعية، فبدل ما تتجنب الصعوبات واجهها. ده مفتاح الفرح الحقيقي. مفتاح السعادة مش إنك تهرب من المشاكل، لكن إنك تحلها. المشاعر غالبا بيتم المبالغة في تقديرها. بس إيه هي المشاعر بالظبط؟ المشاعر ببساطة هي إشارات من مخنا بتقول لنا إن في حاجة غلط ومحتاجة تتصلح. ببساطة أكتر، المشاعر السلبية بتدفعنا إننا ناخد إجراء، في حين إن المشاعر الإيجابية هي طريقة مخنا بيكافئنا بيها على فعل الصح. السؤال الحقيقي مش إيه اللي أنت عايزه في الحياة، ده سؤال شائع وممل. بدل كده السؤال اللي المفروض يتسأل يكون إيه نوع الألم اللي أنت مستعد تستحمله. معظم الناس عمرهم ما بيسألوا نفسهم السؤال ده، لكن أنت لازم تختار معاركك بحكمة. كتير من الناس عايزين مكافآت من غير أي صراع، بس دي مش طريقة الحياة. في الحقيقة مفيش أسوأ من إنك تاخد كل حاجة من غير ما تتعب عشانها. عشان كده اختار صعوباتك، لأن الحياة كده كده هتجيب لك الألم، والألم اللي مش بتختاره هيوجعك أكتر بكتير. كان في واحد اسمه جيمي، دايما عنده فكرة بيزنس أو حاجة بتدور في دماغه. حياته كانت ماشية كويس، كان عايش بفلوس أهله. أي مبلغ كان بيصرفه على أفكار البيزنس بتاعته كان بيصرف نفس المبلغ في البارات. ولا فكرة من أفكاره نجحت أبدا، بس طريقة كلامه وثقته في نفسه كانت مبهرة. جاذبيته كانت هتخليك من معجبيه حتى لو عرفت قصته الحقيقية. ده كان في الستينات لما فكرة إننا كلنا فريدين ومميزين بدأت تنتشر. وقتها كل واحد كان بيعتقد إنه استثنائي، بس بعد كام سنة الناس أدركت إن ده مش حقيقي. مش كل واحد قدراته خارقة في كل حاجة. الفشل جزء ضروري من النمو، وكلنا لازم نمر بيه. إنك تصدق إنك مميز من غير سبب، ده زي إنك تخلق جيمي تاني.
مشكلة الثقة بالنفس هي إنها بتقيس قد إيه ممكن تحس بإيجابية تجاه نفسك، لكن المفروض إنها تكون على مدى فهمك لجانبك السلبي وقد إيه أنت واعي لعيوبك. ولو بتعتقد إنك مثالي 100% من غير ما تواجه أي صعوبات، إزاي هتقدر تتعامل مع تحديات حياتك؟ هتفضل بس بتحلم بنجاح مش موجود في الحقيقة. لو كل اللي بتعمله هو إنك تفكر إزاي تخلي الحياة أحسن من غير ما تاخد أي إجراء حقيقي، مش هيحصل أي حاجة. أحيانا بنواجه مشاكل في الحياة بتبان إنها مستحيلة الحل، وده الوقت اللي بنبدأ فيه نحس إننا مختلفين، سواء بطريقة كويسة أو وحشة. بنفكر إننا يا إما الأحسن يا إما الأسوأ. كتير من الناس بيتنقلوا بين القطبين دول، بيعانوا عشان يوازنوا بين مشاعر التفوق والنقص. لكن الحقيقة إن مفيش مشكلة فريدة من نوعها ليك أنت بس. مشكلتك الشخصية مش شخصية قوي، في كتير غيرك في العالم بيمروا بمواقف مشابهة، وبالرغم إن الإدراك ده ممكن ما يحلش مشاكلك، لكنه هيوريك إنك مش مختلف قوي عن أي حد تاني. النهاردة بقى عادي نشوف متحدثين أو فرق موسيقية أو كتب بتتشال من المناهج المدرسية عشان جرحت مشاعر حد. ده شكل من أشكال الأنانية، مشكلة استحقاق ذاتي. مش كل الناس اتولدوا عشان يعملوا حاجة خارقة. الجملة اللي بنسمعها كتير من المؤثرين إن كلنا عندنا حاجة مميزة جوانا مش دقيقة تماما. فكر كده، لو كلنا مميزين يبقى كلنا زي بعض. فين التفرد في كده؟ الأحسن إننا نقبل نفسنا زي ما احنا. مفيش عيب في إنك تكون عادي، وده مش معناه إننا مش ممكن ننجح لأننا متوسطين مثلا. في الحقيقة الناس بيبقوا عظماء بالظبط عشان بيحسوا بالحاجة إنهم يحسنوا من نفسهم. بقوا عظماء لأنهم أدركوا إنهم لسه مش عظماء. دي هي العقلية اللي سمحت ليهم يحققوا العظمة. فكر في ده لحظة. سنة 1944 اليابان عانت من خسائر كبيرة في الحرب. بعد شهرين من الخسائر دي، ضابط ياباني اسمه أونودا فضل قاعد في جزيرة سيطر عليها الأمريكان. فضل يحارب ومش عارف إن اليابان استسلمت خلاص. لسنين فضل أونودا عايش في الجزيرة بيضرب على الفلاحين المحليين وفاكر إنه لسه في حرب. الحكومة اليابانية قضت 30 سنة بتحاول تلاقيه، بس هو فضل يتهرب من القبض عليه طول الوقت. بعدين في يوم من الأيام راجل بهيج اسمه سوزوكي قرر يروح يلاقيه، وفي 4 أيام بس نجح. لما الناس سألوا أونودا بعد كده ليه فضل في الجزيرة دي 30 سنة، قال إنه كان متلقي أمر إنه لا يستسلم أبدا، عشان كده ما استسلم. يا لهوي، ده مدهش إنك تفكر إزاي ممكن حد يضيع جزء كبير قوي من حياته على حاجة ملهاش معنى. زي الملازم أونودا اللي قضى 30 سنة بياكل حشرات وينام في القذارة، بيحارب حرب ما كانتش موجودة أصلا. فهم نفسك عامل زي تقشير البصلة، ليها طبقات كتير، ومع كل طبقة بتتشال بتنزل دموع من عينك. الطبقة الأولى هي فهم مشاعرك، الطبقة التانية هي معرفة سبب المشاعر. بمجرد ما تفهمها بيبقى أسهل تتحكم فيها، وبمجرد ما تعرف مشاعرك تقدر تختارها بوعي، تقدر تحط أهدافك بناء على الأحاسيس دي. بس لو اخترت أهداف غلط، ولا إحساس من المشاعر دي هيكون ليه لازمة، لأننا بنقدر بس الحاجات اللي ليها أهمية عاطفية لينا. في بعض القيم اللي بتسبب مشاكل لناس كتير بس ما بتوفرش حل حقيقي. زي إيه؟ السعادة مثلا. السعادة ناس كتير بتشوفها على إنها القيمة الأسمى، ومع ذلك إحنا مش بنعمل كل حاجة بس عشان السعادة. والحياة عمرها ما بتكون مثالية. بالرغم إن الناس بتحاول، هتواجه الحزن حتما. لو حاولت باستمرار تتجنب المعاناة هتحس أسوأ. المعاناة جزء من الحياة، والمفتاح هو إنك تلاقي طريقة تتعلم منها. كمان النجاح المادي، النجاح عمره ما لازم يتقاس بكمية ثروتك أو جمال شريك حياتك أو حاجات مشابهة. لا، النجاح لازم يكون مبني على صدقك، شغلك الشاق، حبك للآخرين. التباهي بثروتك مش بيخليك أسمى، هو بس بيخليك تبان أحمق. وكمان إنك تكون صح دايما. افتكر إننا بشر مش روبوتس، محناش مبرمجين إننا نكون مثاليين في كل مهمة بنقوم بيها. عقولنا مش مبنية للكمال، بنغلط. المهم هو إننا يتعلم من الأخطاء بدل ما نكررها. مفيش حد صح دايما. تتبع كم مرة كنت صح مش مفيد،
وملوش لازمة ومش هيعلمك أي حاجة جديدة. كمان البقاء إيجابيا، بالرغم إن التفكير الإيجابي ليه فوائده، إلا إن توقع إن الحياة تكون إيجابية ومثالية دايما ممكن يؤدي لمشاكل. في الواقع الحياة فيها تقلبات كتير، ولازم تتقبل الحقيقة دي. لو ما تقبلتش ده هتفضل محبوس في حلقة سلبية مفرغة. محاولة منع المشاعر السلبية هتجيب لك سلبية أكتر. لما تيجي فكرة سلبية ما تكبتهاش، فكر إزاي هتتعامل معاها لو حصلت بجد. الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس كان مضطرب جدا في حياته، واجه مشاكل كتير. كان عنده مشاكل في عينه، وضعف في السمع، وأمراض كتير مهددة لحياته. الأمراض دي خلته محبوس في البيت معظم حياته. كان عنده شغف بالرسم، فكان بيقضي أيامه في عمل فني، ومع ذلك مفيش حد كان بيصدق إنه قادر على إنتاج لوحة كويسة. والده بذل مجهود كبير عشان يدخله كلية الطب، بس جيمس ساب كل حاجة وراح في رحلة استكشافية أنثروبولوجية لغابات الأمازون المطيرة. الغريب إن صحته اتحسنت خلال الرحلة، بس بعدين أصيب بالجدري وبالكاد نجا. اضطر جيمس يسيب رحلته الاستكشافية، بينما زملائه كملوا. فضل عالق في أمريكا الجنوبية. بطريقة ما قدر يرجع لنيو إنجلاند. والده كان مستنيه وهو خائب الأمل فيه. بعد ما استحمل عمر كامل من الصعوبات، في ليلة من الليالي جيمس خد قرار. من هنا ورايح هيتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته، وهيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يغيرها، حتى إنه قرر لو فشل هينهي حياته بنفسه. في النهاية ويليام جيمس بقى أبو علم النفس الأمريكي. قصته بتعلمنا إننا لازم نتحمل مسؤولية أفعالنا واختياراتنا بدل ما نعتمد على غيرنا. تخيل دلوقتي إن شريك حياتك اللي بتحبه جدا بيقولك لازم تخس 30 كيلو في الأسبوع وإلا هيسيبك. مجرد سماع طلب زي ده هيخليك تحس بضغط كبير. خلينا نقول إنك بدأت تروح الجيم وتاكل أكل صحي، وفعلا قدرت تخس 30 كيلو. هتحس بإيه؟ تحس إنك رائع، صح؟ بس ليه مشاعرك تجاه شريكك اتغيرت؟ لأنك مخترتش تعمل ده علشان نفسك، عملته عشان الطلب منك. لكن لما بتختار تعمل حاجة بنفسك بتديها كل مجهودك مهما كانت صعبة، وبعد ما بتتغلب على التحديات بتحس بإحساس عظيم من الرضا. عشان كده مهم إنك تختار صعوباتك بنفسك، لأن الحياة دايما هترمي عليك مشاكل، وعمرك ما هتعرف إمتى أو إزاي هتظهر. اضطراب الوسواس القهري OCD هو اضطراب عصبي ووراثي ملوش علاج قاطع، برغم إنه ممكن يدار لدرجة معينة. فإزاي الناس اللي بتعاني من الاضطراب ده بتديره؟ الإجابة بتكمن في تغيير طريقة تفكيرهم. مثلا الناس اللي بتخاف دايما من الجراثيم وبتغسل إيديها بشكل متكرر لازم تتعلم إن مهما عملوا الجراثيم دايما هتكون حواليهم، مش هيقدروا يقضوا عليها تماما. غيرهم اللي بيخبطوا بشكل قهري في نفس المكان خوفا من إن عائلتهم هتموت لو ما عملوش كده، لازم يفهموا إن الموت حتمي. كل اللي اتولد هيموت في النهاية، ومفيش حاجة ممكن يعملوها عشان يوقفوا ده. بدل ما ينغمسوا في الأفكار الوسواسية ممكن يركزوا على جوانب حياة ليها معنى أكتر. لما تيجي أفكار زي دي ما تكبتهاش، سيبها تيجي، بس حاول توجه تفكيرك في اتجاه تاني. الناس اللي بتتعلم تعيش مع الأفكار دي بدل ما تيأس ممكن تحسن حياتها بشكل كبير. الذكريات الناقصة مشكلة حقيقية. انت بتصدق حاجة من كل قلبك بس بتكتشف انها كانت غلط. ذكرى مشوهة متأصلة في عقلك. خد حالة ميرديث موران، كاتبة وصحفية، اتهمت والدها مرة باغتصابها لما كانت طفلة. الذكرى دي ظهرت فجأة في دماغها في يوم من الأيام، بس دمرت عائلتها. بعد سنين الحقيقة بانت ما كانتش أكثر من خيال من خيالاتها. مش كتير فات من لما العلماء كانوا بيعتقدوا إن النار مصنوعة من مادة اسمها فيستين، وبعض الستات كانوا بيفتكروا إن فرك بول الكلاب على وشوشهم هيخليهم شباب للأبد.
لما بتقع في الحب بتحلم إنك تقضي حياتك كلها مع الشخص ده. بعدين لما بتنفصل إيمانك بالحب بيتلاشى، بس بالرغم من كده في النهاية بتقع في الحب تاني وبتبدأ تفكر إنك تقضي حياتك مع حد تاني. الحقيقة هي إننا كلنا بنغلط في حاجات في مرحلة ما، ومفيش خزي في إننا نعترف بكده. ده بيحصل لكل الناس، بنفكر في حاجة بس الواقع غالبا بيكون حاجة تانية، وبطريقة ما دي الطريقة اللي بنتعلم بيها وبنكبر. القناعات القوية دايما كانت أعداء للنمو. عشان نتعلم حاجة جديدة لازم نقبل عيوبنا. لو بنعتقد إننا كاملين مش هنكون منفتحين لتعلم أي حاجة جديدة، وهنفضل محبوسين في عقليتنا المحدودة. مثلا العلم عمره ما بيتعامل مع المطلقات، دايما في مجال للاحتمالات. حتى لما بنعتقد إن حاجة مؤكدة دايما فيها مجال للنقاش. لما بتمر بتجربة لأول مرة مش دايما بتكون متأكد إذا كانت تجربة إيجابية ولا سلبية. اللي بتفتكره أسوأ لحظة في حياتك ممكن تتحول لأكتر تجربة إيجابية ليك على المدى الطويل. أكيد ممكن تكون حسيت إنها فظيعة وقتها، بس مشاعرك بتتغير مع الوقت وما تقدرش تعتمد عليها بالكامل. اليقين والكمال بيشيلوا متعة الحياة. اللي بتعتقده هو المسار الصحيح للعمل ممكن ما يكونش صح خالص. اليقين حاجة خطيرة جدا. فكر في موقف لما زميلك في الشغل ياخد ترقية وانت كنت متأكد انها هتكون بتاعتك. في الحالة دي اعتقادك القوي ضللك وخلاك تحس بالسوء. نفس الاعتقاد ده ممكن يكون هو مصدر عدم الأمان بتاعك. مؤلف الكتاب ده بيعتبر نفسه محظوظ جدا. عارفين ليه؟ لما اتخرج كان الكساد العظيم في أوجه. زميله في السكن اختفى وسابه ب3 شهور إيجار مش مدفوع. التعامل مع كل ده كان تحدي بالنسبة له، بس قدر يمنع نفسه من إنه يغرق في الديون. هو بيحس إنه محظوظ لأنه بالرغم من الفشل ده اتعلم إزاي العالم بيشتغل. هو كان وصل للقاع خلاص، ولما توصل هناك مفيش مكان تروح له غير إنك تطلع لفوق. من النقطة دي أي حاجة تحصل له كانت عبارة عن تحسن. في قصة مشهورة عن الرسام العظيم بيكاسو. في يوم من الأيام بيكاسو المسن كان قاعد في قهوة بيشرب قهوته وبيرسم على منديل. بعد ما خلص رسمته الصغيرة كان على وشك يرميها، لما ست قاعدة جنبه سألته لو ممكن تشتريها. بيكاسو وافق وطلب 20,000 دولار. الست اتصدمت من السعر العالي ده لرسمة على منديل صغير. رفضت وقالت له إنه خد دقيقتين بس عشان يرسمها. بيكاسو رد عليها إنه خد 60 سنة عشان يتعلم يرسم كده، مش مجرد دقيقتين. الخلاصة إن بيكاسو أكيد فشل في عدد لا يحصى من المرات قبل ما يوصل للمستوى ده من الإتقان. فضل يحاول وما استسلمش أبدا، لأن النجاح مش بيجي بين يوم وليلة. الأطفال مش بيبطلوا يحاولوا يمشوا مهما وقعوا كم مرة. ليه؟ لأنهم لسه مش فاهمين مفهوم الفشل. كتير مننا بيخاف من الفشل، بس الحقيقة إن من غير التعثر أو الفشل عمرك ما هتقدر تنجح. اختار أهدافك بطريقة يكون ليك سيطرة عليها، وما تأسسهاش على حاجات زي كسب الفلوس أو إسعاد الآخرين. لو مفيش عندك سيطرة على أهدافك هي اللي هتبدأ تتحكم فيك. الحياة اسم تاني للألم. هي بتعلمك إزاي تبقى أحسن مهما كانت مخيفة. خلي الألم يدخل حياتك لأنه هيخليك أقوى. لو عايز تحقق حاجة بس مش متحمس تماما عشان تجري وراها، ابدأ بإنك تتخيل إنك هتفشل. تقبل إحساس الفشل الأول. أما بالنسبة للدوافع فهي مجرد وهم، حلقة ملهاش نهاية حقيقية. عشان تتحفز بجد لازم تتصرف الأول، وقتها بس هتحس بدافع حقيقي عشان تحقق حاجة. وده اللي الكاتب بيسميه مبدأ اعمل أي حاجة. كلنا بنحب قصة روميو وجولييت، بس ايه رأيك لو قلتلك إنها مش قصة حب عظيمة زي ما الناس بتصورها؟ هل كنت تعرف إن عائلات روميو وجولييت كانوا بيكرهوا بعض، ومع ذلك الاتنين وقعوا في الحب؟ قرروا يتجوزوا
ولما عائلاتهم عرفت عملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يوقفوا الجواز. جولييت خدت جرعة خلتها تنام يومين. روميو ما كانش يعرف ده، افتكر انها انتحرت فخد سم ومات. بعد يومين لما جولييت صحيت وعرفت بموت روميو أنهت حياتها هي كمان. قصة مأساوية وملهاش لازمة، مفيش حاجة مثالية فيها، الاتنين دمروا حياتهم بلا داعي. بعض الباحثين بيعتقدوا إن شكسبير كتب القصة دي عشان يوضح إن الوقوع في الحب مش دايما قرار ذكي. الحقيقة هي إن لما شخصين بيستخدموا الحب كهروب من مشاكل الحياة، علاقتهم ما بتبنيش على قوة حقيقية. الأشخاص دول مجرد بيستخدموا بعض عشان يتجنبوا مشاكلهم. على الجانب التاني اللي حبهم حقيقي بيفهموا مشاكلهم وبيشتغلوا مع بعض عشان يلاقوا حلول، ما بيهربوش من مشاكلهم، بيواجهوها مباشرة. كل علاقة لازم تتحافظ عليها بحدود. اتعلم تتقبل مشاكل لأنها مسؤوليتك وانت بس اللي تقدر تحلها. طب انت عارف انك لما تقول لأ ده شيء مفيد ليك؟ مش ضروري تقول أيوة لكل حاجة، أحيانا قول لأ هو القرار الصح. ليك الحق انك تختار مين تحبه ومين لأ. ليك انت بس انك تقرر مين عايز يكون صديقك. لازم تتعلم ترفض الناس اللي بيقولوا أيوة لكل حاجة، غالبا هما بيفشلوا في تكوين آراء قوية. الالتزام الحقيقي بعلاقة واحدة أو بمهنة واحدة له معنى، وده بيحصل بس لما تكون مستعد لرفض خيارات تانية. زي ما قلنا قبل كده، انت تقدر تقدر قيمة حاجة لما تبطل تهتم بكل حاجة تانية. في أي علاقة لو بتعتمد على الأكاذيب، العلاقة مش ممكن تكون حقيقية. إنك تكافئ شريك حياتك عشان تجامله ده ممكن يساعده على المدى القصير، بس ده مش صدق. الأحسن إنك تكون صادق مع نفسك ومع شريك حياتك. لو في حاجة في شريكك مضايقاك قوله مباشرة، وتوقع نفس الصدق منه. إنكم تشاوروا لبعض على عيوب بعض بيساعدكم تشتغلوا عليها مش تخفوها. الخناقات في العلاقات طبيعية بتقوي الثقة. الكذب بيدخل الصورة بس لما حد يلاقي شخص تاني أهم من شريكه، لما شخص تاني بيلبي احتياج شريكه ما بيلبيهوش. ايه لازمة العلاقة لو مضطر تخون أو تكذب على شريكك؟ لو شريكك متردد في مشاركة مشاعره معاك، يبقى العلاقة دي مبنية على الأكاذيب مش الثقة. مفيش قوة حقيقية في علاقة زي دي، وعمرك ما هتقدر تثق فيها ثقة عمياء. الكاتب كان عنده صديق اسمه جوش. في ليلة من الليالي وهم في حفلة، جوش ده جات له فكرة إنه ينط فجأة من منصة عالية. المكان كان عالي جدا لدرجة إن مفيش حد عاقل ممكن يفكر ينط من هناك، بس وهو سكران افتكر إنها فكرة كويسة ونط. تحت المنصة كان في بحيرة كبيرة، جوش وقع فيها مباشرة وللأسف غرق ومات. الحدث ده أثر بعمق في الكاتب، ولمدة 12 سنة فضل شايل الحزن، غرقان في اكتئاب عميق. في ليلة من الليالي الكاتب حلم بجوش وهو بيقول له: انت ليه قلقان قوي من موتي وانت بتموت حبة حبة كل يوم؟ وقتها الكاتب أدرك إن اللي حصل لجوش كان خارج عن سيطرته، ما كانش يقدر يغيره، ومع ذلك قضى كل السنين دي وهو حاسس بالمسؤولية تجاهه، مدمر حياته هو نفسه. فهم إن الموت حتمي بيجيلنا كلنا في يوم من الأيام، كلنا هنموت، بس مش ممكن نوقف الحياة النهاردة بسبب الخوف من الموت. موت صديقه في الحقيقة خلى الكاتب شخص مسؤول وأحسن. أعظم حقيقة في الحياة الموت، علمه إزاي يعيش. برغم إن الكاتب لسه كان عنده عدم أمان في حياته، بس الفرق كان إنه ما بقاش بيهتم بيها. كان اتعلم إن الحياة قصيرة ولازم نعيشها بفرحة كل لحظة. كلنا بنخاف من الموت، بس بننسى إن الموت حتمي. لو مفيش موت، إيه المعنى اللي هتحمله الحياة؟ تقبل واقع الموت والحياة بالكامل في كل لحظة هو ده اللي بيدي للحياة حيوية حقيقية. بس أهم سؤال هو: إزاي نعيش قبل ما نموت؟ إزاي العالم هيفتكرنا بعد ما نروح؟ في نظرية اسمها تأثير الفراشة، اللي بتقول إن رفرفة جناح فراشة في أفريقيا ممكن تسبب إعصار في فلوريدا. عمل صغير منك ممكن يعمل تأثير كبير في العالم، بس عليك أنت إنك تقرر إيه العمل ده. معظم الناس بتتجاهل السؤال ده لأنهم يا إما بيلاقوه صعب أوي يجاوبوا عليه،
أو ببساطة مش عارفين إيه اللي عايزين يعملوه في حياتهم. تجاهل السؤال ده معناه إنك تعيش من غير اتجاه، مجرد بتمر على مراحل من الحياة. صدق إنك عظيم حتى لو ما عندكش ثروة ضخمة أو لسه ما نجحتش. بمجرد إنك تصدق في عظمتك هتسعى عشان تبقى أحسن، وأي حاجة هتعملها بامتياز. هتبقى اللي بتختار إنك تكون. في يوم من الأيام زي أي حد تاني هتموت، مش ممكن تهرب من الحقيقة دي. بس افتكر، الموت بيجي بس للي عاشه. خليك ممتن إنك خدت فرصة إنك تعيش. الحياة قصيرة، مش ممكن نتحكم في كل حاجة، بس اللي نقدر نتحكم فيه هو إزاي نختار نواجهها. سواء احتضننا التحديات أو هربنا منها، كلنا هنواجه نفس النهاية الحتمية، وهي الموت. لكن لغاية ما ده يحصل، خلينا نختار نعيش بالكامل، ونحتضن مشاكلنا ونبطل نهتم بالحاجات اللي ملهاش لازمة. الخلاصة من كتاب فن اللامبالاة هي إننا مش المفروض نهتم بكل حاجة. الحياة محدودة، وكذلك طاقتنا ومواردنا. مارك مانسون بيتحدانا إننا نبطل الهوس بالقيم السطحية، زي الإيجابية المستمرة، النجاح المادي، البحث عن الاعتراف من الآخرين. بدل كل ده بيشجعنا إن احنا نحتضن صعوبات الحياة، ونقبل حدودنا، ونركز على اللي يهم بجد، اللي ماشي مع قيمنا الشخصية. الفشل، الألم، وحتى الموت أجزاء حتمية من الحياة، لكن من خلال الصراعات دي بننمو ونتعلم ونلاقي معنى. لما بنبطل نقلق من حاجات مش ممكن نتحكم فيها، ونبدأ نركز على الحاجات اللي بجد بتفرق، بنحرر نفسنا من التوتر غير الضروري، بنعيش حياة أكثر أصالة وإرضاء. الكتاب ده مش عن إنك تكون غير مبالي لكل حاجة، هو عن اختيار مكان تستثمر طاقتك فيه بحكمة. لما نفهم إن مش كل حاجة تستحق اهتمامنا، نقدر نعيش حياة ليها هدف وسلام. وده يمكن يكون الدرس الأكثر تحرراً على الإطلاق. شكرا لاستماعكم لملخص كتاب فن اللامبالاة لمارك مانسون. لو الملخص ده لمس فيكم حاجة أو خلاكم تشوفوا الحياة من منظور جديد، ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات. متنسوش تعملوا لايك للحلقة، تشاركوها مع حد ممكن يستفيد، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة من تي توكس. شكرا ليكم.